السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي واخواتي، أحلى متابعين في الدنيا، متابعين شيف السعادة على اليوتيوب. النهاردة بقى أنا طبعا ما كانش فيه وقت خالص إن أنا أتكلم معاكم في الخامات والمستلزمات وطبعا كتير قوي من حبايبي طالبين إن أنا أوريكم الخامات اللي أنا شارياها خلاص، وايه اللي هستخدمه السنة دي، وايه اللي أنا خلاص أنا يعني أنا خلاص توكلت على الله وهشتغل بيه السنة دي. فأنا النهارده قلت أتكلم معاكم في الخامات والكيلوات والتسعير، كل الدنيا دي ان شاء الله هنتكلم عليها. قلت استغل الوقت كده، انا هشتري شويه حاجات، فقلت استغل معاكم الوقت واتكلم معاكم في ايه، في الحاجات بتاعتنا. طيب احنا عايزين نتكلم النهارده اول حاجه في الخامات بتاعتنا. خلاص طبعا انا عامله فيديو مفصل ان شاء الله هنزل لكم بيه فيديو بكل الحاجات اللي انا شارياها للعيد، سواء زبده سمنه سواء دقيق، كل الحاجات بتاعت العيد ان شاء الله انا هوريها لكم في فيديو، ونوع الدقيق وكل حاجه بالتفصيل هتشوفوها ان شاء الله. القطاعات بتاعت الطرد، الحاجات اللي هنستخدموها، الحاجات اللي احنا هنستخدموها في الكحك، كل حاجه هنتكلم معاكم بيها بكل استفاضه وهوريها لكم. بس النهارده احنا عايزين فيديو نظري. احنا عايزين اول حاجه نتكلم فيها ايه السمنه اللي مدام نجوى هتستخدمها ان شاء الله في الكحك والبسكوت. السمنه اللي انا هعتمدها السنه دي وان شاء الله واللي اثبتت وجودها معايا بدون غلطه هي سمنه كريستال. خلاص انا اضطريت التاج اللي انا بجيب منه سمنه جنه، لان هو ما كانش موجود عنده كريستال، كانت لسه ما نزلتش، فانا كنت عايزه ايه اربط السعر معاه. فانا جبت معايا فانا جبت منه سمنه جنه مؤقتا عندي لحد ما ينزل الكريستال ان شاء الله. هجيب ابدل منه كريستال، بس انا اللي هعتمدها السنه دي كريستال وروابي. خلاص كريستال الصفراء وروابي البيضه في شغل الغريبه وشغل الكحك بتاعي. خلاص طيب خلصنا من موضوع السمنه البلدي. انا بجيب بالنسبه لي سمنه بلدي عندنا في الارياف، سمنه بلدي، ما بستخدمش بقى لا سمنه بلدي العلب والحاجات اللي هي العلب اللي بتتباع في المحلات والهايبر ماركت، انا مش بستخدمها خالص. انا بستخدم زبده فلاحي اصلي، خلاص جاموسي عندنا وبقري من عندنا من الفلاحين يعني. طيب عايزين نتكلم النوع اللي بعد كده. خلصنا الزبده، نتكلموا نقفلوا كده حاجه. الزبده بتاعتي اللي هعتمدها السنه دي واللي اثبتت وجودها معايا سعر وجوده هي زبده جنه. خلاص زبده جنه، ولاي واحده اللي انا هقول لها عليه تتكل على الله وتشتغل بيه وهي مغمضه. طبعا انتوا عارفين ان عندي في البيتي فور والسابليه وبسكوت الزبده انا بشتغل بزبده جنه على سمنه فلاحي. انا بدخل خليط ما بين الاثنين، فعشان كده انا متاكده من اللي انا بقوله لكم. دخلوا الخليط ما بين الزبده الجنه وما بين السمنه الفلاحي، هتطلعوا منتج لا يعلى عليه، منتج بسم الله ما شاء الله. اللي بياخد مني البوتيفور والسابليه وبسكوت الزبده عارف انا بتكلم في ايه بالظبط، منتج روعه. خلاص يبقى زبده جنه اعتمدوها السنه دي يا جماعه، هتوفروا سعر. طيب احنا عايزين نتكلموا في الاسعار برضو. انا ما قلتلكوش سعر السمنه، صفيحه السمنه انا جايباها ب 710. خلاص انا طبعا انا كنت عامله خزين العيد بتاعي السنه دي، وكنت شايلاه وكنت جايبه السمنه بتاعتي ب 350 جنيه بس. يعني الحمد لله اللهم بارك، اشتغلت السنه دي واتسحبت السمنه، فاضطريت ان انا اشتري للعيد. انا اشتريت السمنه بتاعتي، حجزتها واشتريتها ب 710 سمنه كريستال، جبتها ب 710. وبالنسبه للسمنه الفلاحي انا جايبه البقري ب 230 جنيه و 220 جنيه، اسعار متفاوته. وبالنسبه للسمنه الجاموسي اللي هي الفلاحي انا جايباها ب 260 جنيه. خلاص يبقى خلصنا من خامات وخلصنا من اسعار. الزبده الجنه انا جايبه العلبه فيها 20 باكو جنه، جايباها ب 670 جنيه. يبقى الكرتونه واقفه عليا ب 670 جنيه زبده جنه 10 بواكي 20 باكو. خلاص 20 باكو زبده جنه. طيب احنا دلوقتي خلصنا من الزبده، خلصنا من السمنه الفلاحي، خلصنا من السمنه البقري،
خلاص، وخلصنا من السمنه. ايه اللي بعد كده؟ الدقيق بتاعي. طبعا يا جماعه ناس كتير قوي بيسالوا على الدقيق ومحتارين فيه قوي قوي وعايزين يعرفوا الدقيق الدوار مش لاقيين، وكل ما اكلم حد في موضوع دقيق الدوار يقول لي احنا مش لاقيين خالص دقيق الدوار. طيب ايه البديل؟ اللي مش هيلاقي دقيق الدوار واللي هيلاقيه انا بجيب الشكاره ب 800 جنيه. خلاص، الشكاره 50 كيلو ب 800 جنيه. اللي مش هيلاقي دقيق الدوار ايه البديل؟ البديل بتاعه هو دقيق انا جربته بصراحه اسمه هايل. اللي هيلاقيه برده دقيق ممتاز يا جماعه، اسمه دقيق هايل. خلاص، واللي معتمده بقى دقيق ومجرباه وواثقه فيه اتكلي على الله وكملي شغل فيه. طبعا في انواع دقيق انا ما اعرفهاش، مش موجوده عندي، موجوده عندكم بس انواع كويسه. خلاص، بس انواع كويسه. ما تكلمش حد يا زياد، افصل التليفون. خلاص، يبقى زي ما قلت لكم، يبقى الدقيق الدوار او هايل او النوع اللي انت متعوده عليه وواثقه فيه وخلاص معتمداه، اتكلي على الله وكملي بيه. وابتدي هاتي حاجتك من دلوقتي عشان الحاجه خلاص بترفع سعرها، ممكن ما تلاقيهاش اساسا. خلصنا، يبقى ندخل بعد كده على السكر. السكر البودره يا جماعه مش اي نوع تجيبيه، مش اي نوع. امسكي السكر البودره بتاعك، الكيس لازم يكون نوعه ابيض. في انواع دقيق سكر بودره بتلاقيها مصفره شويه، دي ما تشتغليش بيها، دي هتيجي تنشف معاكي الحته بتاعتك. خلاص، النواعم بتاعتك هتنشفها وهتلاقيها بتقطم وهتلاقيها مش احسن حاجه خالص. فنوع الدقيق بتاعي نوع السكر بتاعي لازم يكون سكر ابيض، لازم يكون سكر ناعم جدا. اتكي عليه تلاقيه معاكي السكر ناعم جدا. وغير كده يا جماعه لازم طحن السكر في البيت، يعني انا جايباه ناعم، ما بعتمدش على كده. وزي ما انتم عارفين انا لازم بطحن السكر بتاعي وانا شغاله بيه، وده ضروري 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 ضروري. طيب، خلصنا الدقيق، خلصنا السمنه، خلصنا الزبده، خلصنا السكر. ايه اللي بعد كده عايزين نتكلموا فيه؟ البيض. طيب، هو البيض يا مدام نجوى كمان في اختيار؟ ايوه طبعا. نقي المكان اللي انت بتجيبي منه البيض بتاعك، ما تروحيش تجيب البيض بتاعك من مكان الحاجه بتتركن فيه فترات طويله واجي اطلع اشتغل بالبيض بتاعي مش هيطلع النتيجه اللي انا محتاجاها منه ابدا، ولا الفوليوم اللي انا بحتاجه منه. فايده البيض ايه؟ فايده ان هو ماده رفع معايا في النواعم. يبقى انا انقي مكان يكون بيجيب حاجته طازه بطازه عشان اطلع حاجه صح. انا بدور على كل الشغل بتاعي، عايزه كل الشغل بتاعي شغل صح. خلاص، فخلاص احنا زي ما اتكلمنا البيض لازم يكون نوعيه كويسه. خلاص، السمنه اتكلمنا فيها، الزبده اتكلمنا فيها، السكر اتكلمنا فيه، والدقيق. ايه اللي بعد كده هنتكلم فيها مدام نجوى؟ اللي هنتكلم فيه التسعير. الكحك الناعم السنه دي بالسمنه بلدي وعين الجمل بيطلع ب 180 جنيه، 180 جنيه الكيلو. الغريبه بالمكسرات والسمنه البلدي ب 180 جنيه الكيلو. البسكوت بالبيض واللبن النشادر اللي انتم معتمدينه معايا ان شاء الله بتاع المكنه بيطلع ب 100 جنيه الكيلو. السابليه الكيلو ب 160 جنيه. خلاص، ولو حد طالب منك عين جمل، فينش عين جمل، بتزودي 20 جنيه في الكيلو، يعني السابليه هيطلع ب 180 جنيه لو هو عين جمل. البيتيفور ب 140 جنيه الكيلو. ولو حد منك طالب فينش عين جمل برضه يبقى انت هتطلعيه ب 160 جنيه، يعني هيزيد 20 جنيه في الكيلو. خلاص، يبقى كده احنا عرفنا التسعيره. طيب، الشكلمه انا لسه طبعا هنزلها معاكم على القناه، انا لسه هطلعها معاكم على القناه، بس كيلو الشكلمه بيطلع ب 130 جنيه. خلاص، ب 130 جنيه. والكحك بالسمنه العاديه يا جماعه ب 90 جنيه، ب 90 جنيه الكيلو. الغريبه بالسمنه البلدي، الغريبه بالسمنه العاديه ب 90 جنيه الكيلو. يبقى الكحك بالملبن والسمنه العاديه ب 90 جنيه، الغريبه ب 90 جنيه، الكحك بالسمنه البلدي وعين الجمل ب 180 جنيه. ولو حد طلب منك ساده هيطلع ب 200 جنيه، ب 200 جنيه مش محشي، يعني حد هيحبه مش محشي. الغريبه بتزوقها بعين الجمل والسمنه البلدي بتطلع ب 180 جنيه. دي تسعيره النواعم معايا السنه دي يا جماعه، ان انتوا هتسعروا بيها وما تحتاروش فيها. وعشان خاطري يا جماعه الناس اللي بتخش لي واتس وبتزعل مني وبتقول انتوا ردوش علينا يا مدام نجوى، عايزين ان انا مثلا اقول لهم ال 10 كيلو كحك يشتغلوا بقد ايه، ال 10 كيلو بسكوت
وانا ما عنديش وقت يا جماعه والله. انا مش قصه ان انا مش عايزه ارد على حد، انتوا فوق دماغي من فوق، بس المشكله عندي في الوقت ان انا اقعد احسب لكل واحده 10 كيلو قد ايه، و10 كيلو غريبه قد ايه، و10 كيلو قد كحك قد ايه. الموضوع صعب بالنسبه لي. خلاص انت بتاخدي مني مقدار الكيلو، انت بقى دربي اكتبي 1 في 10 هيطلع معاكي. انا قلت لك مثلا الكيلو بياخد معايا ربع كيلو سكر، يبقى اكتبي 250 في 10 لو انت هتعملي 10 كيلو. يعني السمنه بتاعت البسكوت مثلا 340 جرام، انت بقى اكتبي 340 في 10 هيطلع معاكي النتيجه اللي انت عايزاه. بس عشان انا اقعد بقى احسب لكل واحده ال 10 كيلو قد ايه وال5 كيلو قد ايه، عشان خاطري يعني بلاش الضغطه دي عليا، عشان انا بالنسبه لي ما فيش وقت ان انا اجاوب على حد، وحابه ان انا اجاوب على كله، فخليني اجاوب عليكم كيلوات، وانتوا بقى ابداوا ان انتوا دربوه 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو. ربنا يرزقكم جميعا بالخير يا رب. وبالنسبه لفيديو الخامات انا ان شاء الله هصوره معاكم فيديو، وهتشوفوا كل الخامات وكل الحاجات، قطعات السابليه، قطعات كل حاجه هتبقى معانا باستفاضه هنوروها معاكم. وكل جديد ان شاء الله معانا، كل الاسئله اللي محتاجين تعرفوها معانا هتعرفوها معانا في شيف السعاده على اليوتيوب. ولايك بقى للفيديو بتاع النهارده، فيديو صغير بس ان شاء الله فيديو مفيد وهتستفادوا بيه. لايك للفيديو بتاع النهارده وشير عشان اكتر حد ممكن يشوف الفيديو. ما تستخسريش فيها اللايك لو شفت الفيديو لحد دلوقتي. ولو عجبك الفيديو النهارده لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي وكل جديد ان شاء الله. انا نجوى في شيف السعاده على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.